النهاردة إحنا في سوفتي من أحلى الأماكن اللي بتعمل ديزرتس، وهنوريكم كل حاجة دلوقتي. تعالوا الأول أقول لكم فين سوفتي في شارع كده في رشدي جنب بنزينة سيركل كي بتاعت رشدي بالظبط. يلا بينا بقى نشوف سوفتي بيعمل ايه. دي البورد طبعا اللي عليها الحاجات الفيفوريتس بتاعتهم. ندخل بقى ونشوف الدنيا جوه عاملة ازاي. المنيو بتاعهم فيه فرايتي كتير جدا، هتعجبكم قوي. وكمان احلى حاجة فيه الديكوريشن بتاعته. اكتر حاجة عجبتني فيه ان هو كده كله بينك في بينك، فبيديك فايبس جميلة جدا ان انت تقعد فيه، يعني انت تاخد الحاجة وتقعد تاكلها في مكانك. وعندهم حاجات كده وافل وبان كيكس، وعندهم حاجات كده كوري، يعني عندهم مشروب البوبا الكوري ده هم متميزين بيه. تعالوا بقى نقول لكم احنا طلبنا ايه. طلبنا مشروب الانتعاش، انا سميته كده اما دقته هناك عندهم. بجد كان تحفة، ودانا في حتة تانية. هو اسمه موهيتو. اما تروحوا هناك عايزاكوا تطلبوا الموهيتو ده، وفي كمان فليفرز كتيرة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نقول لكم احنا طلبنا ايه. انا بصراحة اخترت البلو بيري. احنا جبنا بلو بيري فواكه استوائية وفراولة. يعني كنت عايز اعمل ريفيو كده عشان اقول لكم ايه اكتر حاجة عجبتنا هناك عشان لما تروحوا تجربوا. البلو بيري انا هبتدي بيه دلوقتي. بص يعني كان لازم كده ادي الغمزة دي عشان خاطر هو فيه طعم كده، فيه لقطة لقطة انتعاش كده غير طبيعية بجد، من الحاجات اللي عجبتني قوي. طعمه حلو، الفليفر بتاعه حلو، وطالما انا اخدت الحاجة بقلب كده ورحت دوقتها لفاطمة اعرفوا ان انا هي حلوة الصراحة قوي. ما توقعتش ان البلو بيري هيعجبني خالص، بس بجد كان طعمه تحفة. عايزة اقول لكم بقى لازم بجد تجربوا الفواكه الاستوائية، هيعجبكم جدا جدا جدا. يلا بقى على الحاجة اللي انا اصلا رايح علشانها النهاردة. يعني مش دي قوي، في حاجة تانية اجمد بكتير في اخر الفيديو هتعجبكم اكتر. البان كيكس اللي على شكل قلوب دي بجد يعني دخلت قلبي من جوه كده وهي بتتعمل. يعني انا دخلت قصدت ان انا ادخل جوه واوريها لكم وهي بتتعمل كده ستيب باي ستيب. بجد شكلها وهي بتتعمل تفتح النفس جدا جدا جدا. هي كمان شكلها حلو قوي لو حد عايز يجيبها هدية لحد، يعني حد عايز يصالح حد بيها، حد عايز يعني يديها في مناسبة، في الفالنتاين، في عيد الأم، بعدين احنا داخلين على عيد الأم. بجد يعني بجد أنا لو جاتلي كهدية هبقى مبسوطة جدا يعني. طب الحمد لله ان انا جبتها بقى. بص هما بيعملوها بكذا فليفر، يعني انت اللي بتختار الفليفر بتاعك ايه. احنا اخترنا فليفر الكندر، والفليفر التاني كان لوتوس صح. كان كراميل، لا كان كان كراميل، كراميل. كان كراميل سوري. الفليفر التاني كان كراميل. الكراميل بتاعهم طعمه حلو جدا. هوريكم دلوقتي واحنا بناكله هيبقى شكلنا عامل ازاي، لان الموضوع طلع كان صعب شوية والحاجة بتقع كده بصوا، هو وحاجات انتوا غريبة. تحسوا ان انتوا عايزين تاكلوا منها مليون واحدة يعني. يعني بجد كانت رهيبة، بيحطوا لكم كده عليها تشوكلت من فوق كده. لأ، شكلها تحفة وطعمها بقى إيه، رهيب. لازم أدّي حق الناس اللي شغّالة حقّهم جدًا. الناس دي بجد محترمة أوي وأسلوبهم حلو وأتيتيودهم جميل، وبجد أدّي الstaff اللي موجود هناك 10 من 10 بجد في كل حاجة وفي طريقة تقديمهم وفي أسلوبهم معانا بالذات. بُصّوا أنا قُلت لكم إن الحاجة هتقع مننا أنتم ما صدّقتونيش. أنا خلاص بقى قررت آكل على طول. بُصّوا الflavor الkinder وهمي، عجبني جدًا، 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 جدًا. يعني لغاية وأنا باعمل voice over دلوقتي طعمه في بُقّي، باحبه أوي. أنا عجبني الكراميل جدًا، جدًا. أنا أساسًا شخصيًا باحب الكراميل أوي، بس الكندر كان في حتة تانية. هي كانت كيندر بوينو كده، إيه اللي هي بالوايت شوكليت، فكانت فظيعة. لأ يعني أنا أمّا أروح تاني هاطلب الكيندر بوينو دي. لأ رهيبة بجد، أنا recommended جدًا إن أنتم أمّا تروحوا تطلبوها. أنا مش مع الكراميل خالص. يعني أنا في الأول قُلت الكراميل بتاعهم حلو، هو حلو، بس يعني هو ما عجبنيش أنا أوي. هو عجب فاطمة جدًا، بس ما عجبنيش أوي. يالّا بينا بقى على القنبلة والتميُّز والجديد كُلّه. ده الجديد كُلّه الاختراع. كان هنا. يعني اسمها إيه؟ تاياكي. أنا عارف، بس أنا باحب أسمع تاياكي بتاعة فاطمة. تاياكي حلوة جدًا، 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 اختراع جديد. هي المرحلة مش هتُقف عند الlevel اللي إحنا فيه، أو هو حاجة زي الوافل بس على شكل سمكة، والناس اللي بتقول أي كلام في هي الموضوع ده. طعمها أحلى من الوافل على فكرة يعني، يعني بغض النظر عن حبي بُصّوا بقى للوافل الرهيب، بس هي طعمها هي أحلى من بتتقدّم الوافل. مع صوص واحد، هي بيكون معاها صوص أو ice cream، يعني ده بيكون من اختيارك. بس أنا قررت إن أنا آخُد معاها صوص، وطلبت extra كده ice cream عشان أنا عايز يعني يبقى الموضوع فيه ice cream، لإن هي الbasic بتاعها أو الكبيرة بتاعتها already فيها ice دي cream. الميني تاياكي.
في منها الحجم الأكبر كمان. أخدنا معاها طبعًا صوص الكندر بوينو بعد ما جرّبناه كان لازم ناخده تاني، وطبعًا صوص النوتيلا. المفاجأة هنا بقى، بُصّوا شكلها هي عامل إزاي، طبعًا هي سمكة زي ما أنتم شايفين كده، تفتح بقى السمكة من جوّه أكيد مش هتلاقي شوك، لأ هتلاقي بقى حاجة يعني هتلاقوا هتلاقوا بقى نوتيلا. نوتيلا، يعني هتلاقوها محشية نوتيلا من جوّه كده، إيه الجمال ده! إيه بُصّوا ده! يعني أنتم كمان يعني هي شكلها حلو أوي، أنتم لو معاكم أطفال هيحبوها أوي، وهي لأ هي فظيعة. أنا كنت لا كانت رهيبة بجد. والله أنا في اللحظة دي أنا كنت أطفال، يعني أنا كنت مبسوط جدًا، قُلت أجرّب بقى صوص الكندر بوينو عشان أنا حبيته طبعًا زي ما قُلت لكم في الpancake. وده بقى تمام. كان النوتيلا، يعني هي جواها نوتيلا وأنتم بقى لو طلبتوا معاه صوص نوتيلا كمان، بُصّوا لأ هنا هتوديكوا في حتة السعادة، تانية. السعادة بجد، يعني أنا شايف فاطمة على وشها السعادة. تعالوا بقى نجرّبها بالbasic بتاع التياكي الأصلي، اللي هي لازم يكون فيها آيس كريم سخن وساقع وشوكولاتة وفانيليا، موضوع رايح جاي بُصّوا يعني وصّلني لlevel أنا مش قادر أتكلم، موضوع بجد حلو أيوه، يعني أوي. أنتم تحطّوا كده لازم تاكلوا لازم تطلبوا آيس كريم، ما ينفعش ما تطلبوش آيس كريم مع التاياكي لو هتشوفوا طلبتوا المنظر الميني. دلوقتي، هتشوفوا منظرنا وإحنا بنتخانق على الآيس كريم، وهتشوفوني وأنا ماسك في الآيس كريم كأنها ابني الصغير، ويعني مسكت حرامي، بُصّوا عمّال آكل بُصّوا بيها ما لأ. ميكس النوتيلا مع الآيس كريم أو ميكس الكندر مع الآيس كريم مع التشوكلت مع العجينة، العجينة رهيبة، رهيبة في هي دي حتّة عجينة تانية. إيه؟ هي عجينة يعني هي أساسًا إيطالية عجينة تقريبًا؟ لأ يابانية. يابانية عجينة يابانية، هي حلوة جدًا بصراحة. بُصّوا أنا ما ال والكبيرة ال بقى منها بتبقى كده محشية نوتيلا دي ومحشية آيس دي كريم. عركة الآيس كريم اللي قُلت لكم عليها، يعني هي دي عركة الآيس كريم ما بالضبط اللي كنت حكيت لكم عليها. هو أساسًا الآيس كريم لوحده حلو، يعني أنتم ممكن تروحوا تطلبوا كمان عندهم آيس كريم أساسًا، ممكن تطلبوه كمان لوحده، لأ فظيع. لو أخدتوا بالكم فاطمة بتاخد من الطبق بتاعي وما بتاكلش من طبقها، يعني مش عارف بتحوّشه للزمن والّا إيه؟ لا أصل أنتم مش متخيلين الكندر والآيس كريم كانوا عاملين إزاي يعني. لا رهيب، رهيب، لازم تجربوه. أي حد بجد ما راحش صافتي لأ هتندموا، لازم تروحوا هتتبسطوا أوي. بُصّوا أنا خرجت من هناك كنت في حتة تانية مبسوطة بطريقة رهيبة. بجد مكان للسعادة فقط، يعني أنت هتروح هناك هتتبسط، decoration pink بقى معاك أي حد بتحبه هتروح هتلاقيه مبسوط أوي هناك. وكمان في كمان أماكن حلوة أوي لو عايزين كمان وlocation تصوير تتصوروا يعني. location تصوير اتصورنا صور كتير أوي، بجد كان الموضوع لطيف يعني لأ بجد لطيف، أنا هاروح تاني وتالت ورابع وهاروح على طول. بجد كان يوم حلو أوي، ويالّا باي باي باي. باي.